وباب الاقصى ولعناه، وباب الاقصى ولعناه، وما يدخلوا الا الاحرار، وما يدخلوا الا الاحرار، وما يدخلوا الا الاحرار، وما يدخلوا الا الاحرار. المره الاولى راه نذكروا ما يجري حاليا في غزة من مذابح رهيبة، يعني بالقنابل التي ترسلها حاليا في هذه اللحظة الإمبريالية الأمريكية وعلى رأسها بايدن لجيش الاحتلال. ونقول كفانا من حرب الإبادة، ولكن في الحقيقة المقاومة تعمل حرب يعني لمواجهة يعني الاحتلال، بينما الصهاينة موش حرب، هذا إبادة جماعية، هذا جينوسيد اللي كيقولوا بالفرنسية، جينوسايد بمعنى تقتيل الشعب. وهذا التقتيل هو هذه الإبادة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية، هي أرقى يعني أعلى مستوى في جريمة ضد الإنسانية. هذه أولا جينا نستنكرها. ثانيا جينا نقول أنه الثورة الفلسطينية سجلت انتصارا عظيما في طوفان الأقصى، حيث لأول مرة في تاريخه جيش صهيوني غير قادر للمواجهة، إلى الحد أنه طلب النجدة من أمريكا، وهي النجدة بجنود أمريكيين. هذه أول مرة، شيء لكي يبين يعني مستوى الانتصار للثورة الفلسطينية. بطبيعة الحال الصهاينة لا يرضون بهذه الإهانة وينتقمون على المدنيين الفلسطينيين، ينتقمون على الشعب ويرمون يعني قنابل، يدمرون البيوت والعمارات. هذه رسالة، ونحن نتوجه على السلطات ونقول أضعاف الإيمان في الدبلوماسية. المواجهة يعني بالكلام لا تفيد ولكن لا تكفي. دولة عندها اللغة الدبلوماسية هو إغلاق مكتب، يعني وهو أضعاف الإيمان، إغلاق مكتب صهيوني في الرباط. هذا هو ما شعرت يعني ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا يعني في القتال أو بكل ألم تحت القنبلة لطائرة الأمريكية F-35 التي تعطيها يعني الإمبريال الأمريكية لجيش. فنترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الجميع من أصيب استرجاع صحته.